بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا الوحده كوين 14 دي بتتكون من الاتي. الوحده دي اكوبونيك. عندنا الفيش تانك فيه حوالي 250 سمكه، احنا عاملين حسابنا يبقى فيه 50 اوفر. الكثافه بتاعت التربيه عندنا هنا بتبقى حوالي 200 سمكه في المتر المكعب، بما يعادل الماكسيمم بتاعتها 50 كيلو في المتر المكعب. اللي عندنا الاسماك موجوده في الميه، بنبتدي نتعامل مع الاسماك يوميا ما بين مرتين وثلاثه تغذيه، ما بين كل مره والثانيه 4 ساعات. بتبتدي كمثال مثلا من الساعه 7 نبتدي اول وجبه، بعديها باربع ساعات مثلا الساعه 11 تبقى الوجبه الثانيه، بعديها باربع ساعات كمان تبقى الساعه 3 الوجبه الثالثه. تمام. الوجبات بتاعت الاسماك بتبتدي كالاتي: من وهي في حجم الزريعه، الحجم الصغير اصبعيات صغيره او زريعه هبوشه، بتبقى كميه العلف اللي بنديها لها 5% من اجمالي الكتله الحيه اللي موجوده. بمعنى ايه؟ لو انا عندي مثلا بوزن الاسماك اللي عندي، بوزنها ازاي برضو عشان مش معقول هوزن الاسماك كلها مره واحده. فبجيب مثلا بنتقي 10 سمكات 20 سمكه وبوزنهم، وبقسم الوزن الاجمالي كله على عدد السمكات يديني متوسط وزن السمكه الواحده، وببقى عارف انا عندي كام سمكه. بره الوزن ده في اجمالي الاسماك اللي موجوده يديني اجمالي الكتله الحيه. احسب 5% من وزنهم كام واقسمه على عدد الوجبات اللي موجوده عندي سواء مرتين او ثلاثه، يبقى ديت المعدل الطبيعي بتاع الاسماك. طيب، هل انا ملتزم بالوزن ده بالظبط؟ لا، انا عينيا مقاسي. باجي بعد ما بحط الوجبه بتاعتي، باجي بعديها بربع ساعه او ثلث ساعه، ده الزمن اللي بيستهلكه السمك في الغذاء بتاعته. بعد ربع ساعه او ثلث ساعه باجي ابص عليه تاني. لو تبقى من الاعلاف حاجه بحسبه واشوفه كام، وابتدي اظبط نفسي كل مره على الحجم الوزن الموجود عندي. وبعد كل 15 يوم بوزن وبعمل نفس اللي انا عملته تاني علشان ازود المعامل بتاعي. يبتدي الاسماك بدايه من 5%، نهايتها في نهايه السيزون بتاعه. ونهايه السيزون بتاعته يعني ايه سيزون؟ يعني السمكه وصلت للحجم التسويقي بتاعها اللي هو في المتوسط تقريبا بقى 4 حبات في الكيلو، يعني 250 جرام. باجي في النهايه عندي بيبتدي من 5%، النهايه بتاعتي بتبقى 2% من اجمالي الكتله الحيه. ده بالنسبه للعلف. طيب، انا دلوقتي اديت له العلف للاسماك، السمك كل العلف طبعا ما كلوش كله، تبقى منه متبقيات فيه وفي الفضلات بتاعت السمك. كل دوت مع ثاني اكسيد الكربون وهو بيتنفس فيه بيعمل لي حاجه اسمها امونيا. الامونيا ديت نشادر، نيتروجين زياده، دوت سام للسمك. ايه اللي بيحصل عندنا في الكربون بتاعنا؟ احنا عندنا هنا في مضخه او ترومبه رفع بترفع لي الميه بتاعت مخلفات السمك كلها، ترفعها لي عند اول فلتر احنا عاملينه عندنا. الفلتر ده فلتر ميكانيكي. يعني ايه فلتر ميكانيكي؟ يعني باخد الميه بيصفي لي كل العوالق الصلبه اللي فيها، بيرسبها تحت، تبتدي الميه النظيفه تطلع فوق، بتمشي عندي بعد كده تاني وبتطلع على الفلتر البيولوجي. يعني برضو ايه فلتر بيولوجي؟ الفلتر البيولوجي ده فيه مادة موجوده فيه بتتراكم عليها نوعين من البكتيريا. في حاجه اسمها بكتيريا نيتروسوموناس، وفي حاجه اسمها بكتيريا نيتروباكتر. النيتروسوموناس دي بتاخد الامونيا اللي موجوده عندي تحولها لحاجه اسمها نيتريت، بتاكسد النيتروجين الموجود عندي. بعد ما هو رباعي بيبقى ثلاثي، بتاكسد ذره نيتروجين فبتقلصها لثلاث ذرات فبتبقى ده النيتريت. بتاخدها النيتروباكتر بعد كده تستلمها منها، والاثنين مع بعضهم متكافلين مع بعض، الاثنين مع بعض على طول مش منفصلين. تاخدها النيتروباكتر بتحول بتاكسد برضو الذرات النيتروجين اللي هي الثلاثيه اللي هي النيتريت، تحولها لنترات بتبقى ذره ثنائيه. والنترات دي بالعكس ده السمات بتاع الزرع بتاعنا، وفي نفس الوقت ما هي سامه الاسماك عندي. بتيجي بعد كده بتنزل عندي في المواسير بيضات اللي موجوده عندي هنا خس، كابوتشا، عندي فراوله، عندي فلفل، عندي طماطم، زرعهم هنا موجودين فيها. بتمشي الميه في قلب البيبات ديت في ليفل معين احنا محددينه هنا اهوت. بتمشي بتسقي الزرع الزرع الجذور بتاعته هي كمان تمتد في قلب الميه، بتتعامل بقى مع النترات او ما تبقى من امونيا اذا كان فيه امونيا، اذا كانت لسه ما حولش 100% من الامونيا اللي موجوده فيها لنترات، تتعامل معاها بتمتصها. يبقى انا كده ده فلتر زياده، وفي نفس الوقت الفضلات بتاعه الاسماك انا حولتها لسماد بستفيد بيه. تمشي في البيبات ديت بتلف وتجيني تاني هنا
ده اسمه جروبت. جروبت ده فكرته ايه؟ هو عباره عن حصى موجود فيه وله اكتر من صوره، بس خلينا نتكلم دلوقتي في الحصى ده. الحصى ده له فايدتين: بيصفي لي الرواسب لو كان فضل لسه فيه متبقيات من الرواسب موجوده، بيرصبها لي انا اهوت. وفي نفس الوقت الامونيا لو فضل لسه فيه امونيا برضو موجوده فيها، الامونيا دي مع السطح بتاع الحصى بيكون لي البكتيريا اللي موجوده اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي البكتيريا النيتروسوموناز والنيتروباكتر. وبتبقى الجلوبيت ده منه فلترين: فلتر بيولوجي وفلتر ميكانيكي. بعد ما بيملى عندي حاجه